سيد الرئيس، تبقى المملكة المغربية متشبتة بحل سياسي نهائي لنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مما سيمكن من تعزيز التنمية والاستقرار والسلم في المنطقة والقارة الإفريقية. وإذ يواصل المغرب دعمه لجهود السيد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة وبنفس المشاركين، خاصة الجزائر الطرف الأساسي في هذا النزاع طبقا للقرار 2654 لمجلس الأمن، فإنه يجدد التأكيد على أن الحل النهائي لن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ومبنيا على التوافق، كما تظل مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية هي الحل الوحيد والأوحد ولا بديل له لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. وعلى هذا الأساس تدعم اليوم أكثر من 100 دولة من كل جهات العالم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما افتتحت قرابة 30 دولة ومنظمة إقليمية قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والدخلة، مؤكدة بذلك دعمها التام لمغربية الصحراء. وفي إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي رصدت له المملكة المغربية ميزانية فاقت إلى حدود اليوم 10 مليارات دولار، وتم إنجازه بنسبة 81% حتى الآن. تم إطلاق عدة مشاريع للتنمية السوسيو اقتصادية جعلتها قطبا جهويا للمبادلات التجارية بين إفريقيا وبقية دول العالم. وقد عاين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا شخصيا هذه الإنجازات خلال زيارته لمدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية في بداية هذا الشهر. ويندرج هذا المجهود الكبير في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تضمنها خطاب جلالته بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 2022، حين قال وأقتبس: توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء يرتكز على منظور متكامل يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة. نهاية الاقتباس. كما تجدد المملكة المغربية التعبير عن قلقها البالغ بخصوص الوضع الإنساني الكارثي الذي تعرفه مخيمات تندوف بالجزائر، حيث فوضت الجزائر الدولة المضيفة سلطتها بشكل غير قانوني لحماية لجماعة مسلحة انفصالية ذات ارتباطات مؤكدة وموثقة مع شبكات إرهابية وإجرامية دولية. إن هذا الوضع الشاذ يستدعي لفت انتباه المجتمع الدولي بخصوص رفض الجزائر السماح بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف في انتهاك واضح صارخ لقانون دولي ولنداءات متكررة لمجلس الأمن منذ 2011. إن عدم تسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر فتح الباب على مصراعيه لاختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إليها، كما شهدت على ذلك تقارير المنظمات الدولية والإقليمية والغير الحكومية، وآخرها برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023.